من اسبوع كده يا اصدقائي نزلت فيديو عن الدريم جلو افكت، وكنت بقول ان واخد بالي ان في ناس مش بتفرق بينه وبين الهاليشن والبلوم لوك. تعالوا كلوا معايا سينامون رول. نعمايل ماما، ولا اي براندات مقاطعه، بسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. المهم نرجع لموضوعنا. تعالوا نبسط الموضوع. هو يعني ايه هاليشن وبلوم؟ لو ترجمناها كده بالمعنى الحرفي هنعرف ان هاليشن يعني هاله، وبلوم يعني ازدهار. والهاله الضوئيه والازدهار دول بيكونوا موجودين في المشاهد السينمائيه اللي بيكون ظاهر فيها مصادر اضاءه. وفي شغلنا احنا في الفيديو اديتنج نقدر نعمل البروسيس دي كامله في مرحله التلوين، وده طبعا لو ما عملناش المهمه دي في مرحله التصوير بطريقه براكتيكال، وده عن طريق الفلاتر. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكوش كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ويلا بينا على البرنامج عشان نشوف هنعملها ازاي. فاول حاجه هنبتدي بيها يا اصدقائي هي ان احنا نعمل الهاليشن، وده عن طريق ان احنا نروح القائمه هنا وندوس على العلامه دي بتاعت نيو ايتم، ونجيب adjustment layer جديد ناخده نحطه على الفيديو بتاعنا كده، نظبط المقاس بتاعه، خليه فوق شويه شويه كده تعرفوا ليه. وبعدها هنروح على قائمه الافكتس وهنكتب هنا channel blur، وهناخده نحطه على adjustment layer بتاعنا. وبعدها هنحدد الادجستمنت لاير بتاعنا ونيجي لقائمة الإفكت كنترولز، ننزل نختار اللون الأحمر ونبتدي نعلي النسبة بتاعته. والرقم بتاع النسبة ده طبعا بيختلف من فيديو للتاني على حسب احتياج كل فيديو، وأنا شايف إن الرقم اللي أنا حاطه ده تمام كده خلاص. وبعد كده هنعمل البلند مود بتاعته لايتن، وده طبعا عشان نتجنب أي لون تاني يظهر في الإدجز غير اللون اللي احنا مختارينه. واحنا كده خلصنا الهاليشن بتاعنا، نيجي بقى للبلوم. وعشان نعمل البلوم هناخد اللاير اللي احنا شغالين عليه نعمل له كوبي ونرفعه فوقيه ونخفي اللي تحت، ونيجي نحدد اللي فوق. وبعدها نيجي لقائمة effects تاني ونكتب هنا لوما كي وناخده نحطه على اللاير اللي احنا لسه نسخينه. ومن اللوما كي هنقدر نحدد مناطق الهايلايتس اللي موجودة عندنا في الفيديو بتاعنا، وده عن طريق ان احنا نغير النسبة في الكات اوف. انا من رأيي كده النسبة تمام. وبعد كده هنروح تاني على قائمة effects نكتب جاشن بلور وناخده نحطه على اللاير اللي احنا شغالين عليها اللي احنا لسه نسخنها. وعشان يبقى فيه شكل هالة ضوئية من مصدر الإضاءة اللي عندنا في الفيديو واللي هو الشمس في الفيديو بتاعنا ده، هنيجي للفلتر بتاع البلور اللي احنا لسه حاطينه ونغير النسبة بتاعته لحد ما تكون تمام بالنسبة للفيديو بتاعنا. نظهر بقى الفيديو. انا من رأيي النسبة كده تمام ومتوافقة مع الفيجن بتاعتي للمشهد ده. احنا كده خلصنا خلاص الهاليشن والبلوم بلوك بتاعنا النهاردة. وطبعا الارقام اللي احنا عملناها النهاردة على المشهد بتاعنا ده بتختلف طبعا من فيديو للتاني، وبتختلف كمان من وجهة نظرك للمشهد بتاعك انت عايزه عامل ازاي. انا بالنسبة للارقام اللي انا عملتها النهاردة في الفيديو ده هي كانت ارقام متوافقة مع وجهة نظري للمشاهد اللي عندي. تعالوا نشوف المشهد بتاعنا قبل ما نعمل اللوك. وده بعد ما عملنا اللوك. ودي نتيجة على الفيديو بتاعنا مع تاتش بسيط من التلوين. دي نتيجة على فيديو تاني. ولحد هنا ويكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. ولو احتجتوا اي حاجة اسألوني فيها في الكومنتات، ونتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.